صلاح ولدي، صافي بركه، راك ضريتيني بزاف، قرفصتيني بركه. سكتي صافي، انت راكي ديالي، ندير فيك ما بغيت. سميتي سمية، عندي 48 عام. راجلي توفى هادي 8 سنين وخلى ليا ولد واحد سميتو أحمد، دابا عنده 23 عام. ولدي كان كيقرا في مدرسة المهندسين، وتبارك الله عليه كان متفوق بزاف في قرايته، وديما كان كيحلم بحالو بحال كاع الشباب أنه يخرج لبرا يكمل قرايته ويقاد مستقبله. أنا ربيته من صغرو على أنه يكون حر ويختار طريقه مادام كيدير داكشي اللي مسلكو وما فيهش الغلط. ولكن فكرة السفر لبرا كانت كتقهرني لداخل، ما بغيتوش يبعد عليا. حاولت شحال من مرة نقنعو ونحيد ليه هاد الفكرة من راسو. كنت كنقول ليه واش غتسافر وتخليني بوحدي، راه ما نقدرش نعيش بلا بيك. ولكن هو كان شاد هاد الفكرة بزاف في راسو، كيقول لي ما توقفيش في طريقي يا ماما، راه غير نسالي قرايتي ونرجع ونخدم شي خدمة زوينة. ماما راه غير الناس كيعمروا لك راسك. فاش شفتو باغي هادشي بزاف استسلمت صافي وقلت ليه سير ولدي الله يسهل عليك ويحقق لك ما تمنيتي، غير بقى طمني عليك، راني كنخاف توقع ليا شي حاجه وما نلقاكش حدايا. هو بقى كيواسيني وقال لي ما تخافيش، راه دابا الانترنت قرب كلشي، غنبقى نعيط لك ديما ابل فيديو ونطمن عليك، وزيدون راه غنوصي صاحبي صلاح يبقى يطلع لك ديما، راكي عارفاه كيبغيك وبحال ولدك تماما. دازت الايام ديال الجامعه بالزربه، وجا النهار اللي غادي يسافر فيه. مشينا للمطار انا وصاحبو صلاح باش نوصلوه. هاد صلاح كبر مع ولدي وكانوا بحال الخوت، حيت هو ما عندوش خوت ولاد، ودارهم كانت قريبه لينا وكان كيبات عندنا اكثر ما كيبات في دارهم. المهم كان هو وولدي صحاب بزاف، الروح في الروح. في المطار الفراق كان صعيب بزاف، صلاح براسو بقى كيبكي بالدموع وتأثر بزاف. اما انا كنت منهاره وما عرفتش كيفاش غندير نعيش بوحدي. وحنا راجعين للدار صلاح شافني كنبكي وقلبي ربي اللي عالم بيه، قال لي اخالتي الله يهديك، امالو واش غادي للحرب؟ راه غادي غير هنا قريب، وقت ما بغى يجي راه ساهل، غير بيي ديال الطياره وها هو معنا هنا في كازا. ما بغيتش نشوفك كتبكي، راه غادي نزيد نبكي حتى انا، عافاك، راه تا انا ربي اللي عالم بيا. قلت ليه الفراق صعيبه ولدي، ما غاديش نصبر بلا بيه. المهم بقى كيضحك معايا في الطريق باش ينسيني شويه حتى وصلنا للدار. ايوا دخلت لداري ولقيتها خاويه عليا، حسيت بواحد الغمه والضيق ما يعلم بها غير الله. مولفه ولدي كيدور وسط الدار وكيضحك وكنسمع حسو. كان معمر عليا الفراق ديال باه. دوزت واحد المده وانا مريضه، نفسيتي مدمره وما عنديش القانه لتا حاجه. واحد الليله جا صلاح يطلع ليا، سولني واش كليت، قلت ليه ما كليت والو وما فيا اللي ياكل ولدي، الشهيه مسدوده ما عندي منين يدوز. ايوا مشى جاب العشاء وبزز عليا ناكل باش ما نبقاش بالجوع. بقى مونسني مسكين ديك العشيه حتى وصل المغرب عاد مشى في حاله. لغد لي في الصباح بكري سمعت الدقان، حليت لقيتو مسكين جايب ليا الفطور، حسسني بحال ليلة انا هي بنته. قال لي يلا نفطروا ونخرجوا تبدلي شويه الجو، راه الا بقيتي غير الدار غادي تمرضي. راه احمد اللي قال لي بقى تخرجها. ايوا المهم خرجني، ضربنا دويره جهه البحر، وصراحه نفسيتي ارتاحت شويه ورجعت فيا الروح. الصباح جا عندي باش يوصل لي شي تقضيه ديال الحانوت، عطاني داكشي وقال لي خالتي راني قررت نبقى نبات معاك هاد اليومين باش ما تبقايش بوحدك، تا وكان تولي بخير شويه، نيت انا الخدمه ديالي قريبه من هنا. فرحت بزاف، طيبت الغدا وتغدينا ومشينا للصالون كنهضروا. ايوا ما نقولش ليكم، حسيت بواحد مولاتي السخانه ما عمرني حسيت بها في حياتي، طلعت لي وشدتني الدوخه بالسيف، راه تعصبت ومرت بلا قياس. مهم قلت ليه اسمح لي يا ولدي،
غادي نخليك، حاسه براسي عيانه، غنمشي نتكا. هانت الدار دارك. مشيت تلاحيت في بيتي وما قدرتش نتحرك، عظامي كلهم طايحين عليا. والو، النعاس ما بغاش يجيني، كنت شوا في بلاصتي بالصهد ديال السخانه. ايوا نط للطواليت، بغيت نبول حاشاكم. ايوا شدتني واحد الدوخه، ما حسيتش براسي حتى طحت في الارض. صلاح سمعني وناض مسكين مخلوع كيجري، قال لي ياك لاباس؟ قلت له والو ولدي، غير ضغط. قال لي واش نديك عند الطبيب؟ قلت ليه بلاش ولدي، راه غير نعس ونولي لاباس. هي هذيك بقى حدايا شي ساعه تهبطت ليا السخانه. قلت ليه سيره ولدي ترتاح في بيتك، عذبتك معايا، اسمح لي بزاف، انت عندك الخدمه في الصباح. قال لي لا، ما كاين لا عذاب لا والو، غنبقى حاضيك حتى تولي لاباس. مشى الليل وجا، تكون ديك 12 ديال الليل وقيله. بقى فيا الدري جالس حدايا وانا متكيه. قلت له ولدي صلاح، غير تكا بعدا، ما تبقاش هكا، هم غيضرك دارك، تجبد حدايا، راني بحال مامك. احمد براسو كان كينعس حدايا، شنو فيها؟ قال لي ياك ما غادي نضايقك ولا شي حاجه، غير خليني هكا راني مرتاح. واش ما غتضايقيش؟ قلت لك تجبد حدايا. وشديته من يديه، قلت ليه ارتاح ولدي ارتاح، هانيه، ما عندك مناش تحشم. انا كانت نيتي صادقه وحسيت به في واحد الوقت بحال وليدي. المهم تكا حدايا وبدا كيديني شويه النعاس مع العيا ديال الرواح. شي شويه حسيت بيدو كتقيس فيا في شي بلايص. اش غادي نقول لكم، ما عرفتوش واش دارها بالعاني ولا ما حسش ولا كيحلم ولا قصدها. انا بقيت مبلوكيه في بلاصتي، ما عرفت باش تبليت. هو انا راه ما كنحلمش، هذيك يدو قاستني في الجسم ديالي، هو اللي راه قاسني في خصري. المهم ما بغيتش نبين ليه، وانا نحرك بالعاني باش يفهم راسو. شويه قلت له صلاح ولدي واش نعستي؟ قال لي علاش ياك ما خاصك شي حاجه؟ قلت ليه لا والو، غير سولت. المهم هنا عرفتو دارها بالعاني. قلت له انا غنمشي للبيت الاخر، نخليك ترتاح، راني وليت بخير. مشيت لبيتي وانا عقلي كيدور، واش كان قصدها؟ ولكن ديك اللمسه عاودي الله ينعل الشيطان. فيقت فيا شي حوايج كنت كيحسب ليا مات وهذه سنين. ايوا في الصباح بعدا وليت شويه تحسنت وقدرت نوض من بلاصتي ومشيت للكوزينه، قلت ندير شي فطور للدري مسكين تمحن معايا بزاف هاد الايام. ايوا مشيت لعندو، دقيت لقيتو فايق. قلت له صباح الخير ولدي صلاح، كي صبحتي بخير؟ نعستي مزيان؟ قال لي الحمد لله بخير، حلمت واحد الحلمه زوينه ولكن كنحشم نعاودها ليك حيت عيب. انا بحال كاع العيالات طغى عليا الفضول، شديت فيه قلت ليه والله تتعاود ليا، راك بحال ولدي علاش غتحشم؟ قال لي خليت نجي في العشيه من الخدمه. المهم داز النهار، خرجت انا للسويقه، تقضيت شويه ديال اللحم والخضره باش نصايب شويه ديال الكسكسو. شحال هذا ما درتو، تشهيتو ونيت الدري صلاح عارفاه كيعجبو. المهم صايبتو ودخلت ضربتها بواحد مولاتي التدويشه فاعله تاركه. بردت غدايدي في الماء حيت شحال هذا ما حكيت لحمي، تهليت فيه، درت واحد الماسك ودرت الحنه لشعري. بحال الا عندي 20 عام. ويلي استغفرتك يا ربي، شنو كندير؟ لا لا لا، هذه ماشي انا. ويلي واش ديك اللمسه ديال البارح دارت فيا هادشي؟ الله يستر، انا غير كنخربق. المهم وصلات وقيت الغدا، بقيت انا كنطل من الشرجم كنشوف واش جا الدري باش نلوح ليه السوارت. جا دخل، قلت ليه سير ولدي راني وجدت لك الدوش، دوش لك شويه، راه اليوم حال ضال سخون بزاف. قال لي شكرا بزاف والله، الا كنحس براسي بحال الا في دارنا،
ولكن راني جيت غير نقول لك بسلامه، حيت غادي خصني نرجع للدار بلا ما نبقى مشقيك معايا. قلت ليها ويلي اش من شق الله يهديك، راك معمر عليا الدار، جلس مالك راك بحال الا جالس في داركم، وزيدون الدار هنا قريبه لك للخدمه، كتمشي غير على رجليك. بقى انا غادي نقاد لك البيت وجيب حوايجك بلاش عليك من الكرا اللي كنتي كاري. وانا في قلبي كنقول يا ربي ما يمشيش ونسني صراحه. ايوا بقى متردد وانا بقيت مصيره بزاف. صافي قال لي واخا خالتي ما نخسرش لك الخاطر، مهم غادي نتغدى ونمشي نجمع حوايجي نجيبهم. وصلات العشيه انا بقيت كنقاد ليه في البيت ديال احمد، جفتو ونقيت له الفرش، خرجت هذوك المنطات يضربهم الهواء وقديت الماريو ورشيت له البيت بشويه ديال البارفان باش يحس بالراحه. شويه جا صلاح وجاب معاه الباجاج ديالو. قلت له مرحبا بك ولدي، والله لا احسن ما درتي، انا غادي نخليك تقد حوايجك، غادي نمشي نوجد لك شي كاس ديال اتاي ونشوف لك واحد الساروت ما عرفتش فين تلف ليا باش تبقى تحل وتدخل وقت ما بغيتي. صافي هي هذيك سالت الترتيب ديال الحوايج وجا جلس حدايا في الصالون وجلسنا كنشربوا اتاي. سولتو على الخدمه وعلى ماماه اللي ساكنه في مكناس. بقينا هاضرين وانا نتفكر باللي قال لي احلم شي حلمه. جاني الفضول قلت ليه اجي وقيلا قلتي لي البارح حلمتي شي حلمه، عاود ليا. خير وسلام ما عرف نقدر نفسرها ليك. وهو يتفرشخ بالضحك. قلت ليه مالك غير عاود، ما كاين ما يدار، نتعاودوا شويه انا وياك، شنو بان لك؟ قال لي والله الا ما عرفتش علاش قلت لك ديك النهار هكاك. قلت ليه يلا عاود ما تحشمش. وجهه حمار وقال لي صراحه راه حلمت بك انتي، راكي عارفه حلمه ديال الشيطان، وفاش سولتيني كنت باقي مأثر بالحلمه وقلت لك هكاك، سمحي لي بزاف. اش غادي نقول لكم، شدتني واحد الصدمه ما نقولش لكم، ولكن في نفس الوقت شي حاجه لداخل ديالي تحركات. ما نكذبش عليكم، في هاد اللحظه فقدت السيطره على راسي، وليت غير كنتفتف. قلت له ويلي يا ولدي صلاح، حالتك حاله، خاصني نقول لماماك تزوجك. ايوا المهم بدلنا الموضوع ونط انا مشيت نصايب شي عشيوه نعتقو بها، وهو بقى خدام في البيسي ديالو. المهم جلسنا نتعشاو، صايبت واحد شويه ديال اللحم في الطاجين. قال لي الله يعطيك الصحه خالتي، الطواجن ديالك يا سلام زوينين. قلت ليه كول بالصحه والراحه وتهلا في راسك، راك ضعفيتي مع هاد الخدمه. هو يقول لي لا خالتي راني كنتريني في لاصال وكنت داير شويه ريجيم باش نحيد الكرش. هو يوريني كرشو قال لي هانتي شوفي. قلت ليه ويلي غير خليها مغطيه. عرفتي فاش شفت دوك العضلات اللي في كرشو متراسين والزغب اللي نايط فيها، قلبي بدا كيخبط. الهوا يشدوني وبداو عينيا كيدوروا في بلاصتهم. قال لي اسمحي لي راني ما قصدتش. قلت ليه لا عادي غير خذ راحتك. شويه قال لي بغيت نمشي نتكا شويه، راني عيان مع الخدمه، راكي عارفه كيبقاو يصيفطوني نراقب المشاريع، كنضل النهار كله وانا كي شي ساعي البريد. قلت ليه صافي نوض ترتاح، انا غادي نبقى نتفرج شويه تيديني النعاس. ايوا مشى دخل البدل وبان لي خارج تاني لابس واحد الشورت مزير على فخاضو وكيبانو متراسين ورجليه مزغبين والفوق ما لابس والو. بقيت كنشوف غير بنص عين، ظهرو كيبان عريض ومضلع. ناري راني فقدت السيطره وتحليت كلي وليت كان فيبري. ملي رجع من الطواليت قال لي تصبحي على خير. بقيت ساهيه فيه تنسيت راسي وقلت ليه سمح لي يا ولدي راني سهيت. قال لي ماشي مشكل يلا حتى الصباح. بقيت مجبده في بلاصتي في الصالون وشحال وانا كنفكر في هادشي اللي بدا كيوقع ليا. اويلي واش انا تزادت عليا شي حاجه؟ واش حيت شحال هذا ما شفت شي راجل مثير؟ ما عرفتش مالي صراحه، يمكن الوحده اللي دارت فيا هادشي. لا انا راه ماشي نورمال. بقيت كنتفرج ولكن راسي ما كاينش معايا، جسمي بدا كيسخان وداكشي اللي على بالكم حتى هو بدا كيسيل وينبض. هادشي ما وقعش ليا مده طويله، سنوات هادي. وفي نفس الوقت كنقول مع راسي واش حماقيتي، هذا راه قد ولدك، ما تفكريش فيه بحال هكا.
حشومه نعلي الشيطان. ايوا بقيت هكا حتى قلت مع راسي نوضي هادشي راهي تخربيق، سيري تنعسي ونسي عليك هادشي بمره. وانا غاديه لبيتي كيبان ليا الضو باقي شاعل عند صلاح في بيتو. ايوا شدني واحد الفضول باش نعرف اش كيدير. وقفت وبديت كنطل الطويقيه ديال الساروت. ما نكذبش عليكم، مش ماشتي بغات تنفجر من قوه ما حسيت بالانوثه والسخونيه. ايوا طليتها لالا، ويا ريتني ما طليتش حيت حل عليا الباب لقاني محنيه كنشوف. قال لي خالتي اش كديري؟ قلبي بدا كيضرب وكانت لعتم في الهضره. قلت له ولدي باقي فايق؟ والله يلا كنت غير دايزه شويه. شدني من دراعي وقال لي خالتي ما نكذبش عليك، ما جانيش النعاس وكنفكر فيك الصراحه، حس بشي حاجه جهتك. انا سمعت ديك الهضره رجليا طاحوا عليا وشدتني السخفه، ومع مزير ليا على دراعي قلت ليه بشويه راك ضريتيني في دراعي. قال لي عارف هادشي ما مزيانش، ولكن راه ما قادرش نصبر، كلشي فيا كيغلي. قلت له ولدي نعل الشيطان، انا راه في مثابه ماماك ولا نسيتي، وانا بيني وبينكم ما كرهتوش ياكلني ماكله. قال لي انتي كتهبليني وانا ما نقدرش نكره هادشي، واللي بغيتي ديريه دابا ديريه، ضربيني عيطي على البوليس جري عليا، اللي درتيه انا قابل، المهم داكشي اللي في قلبي قلته. بقيت ساهيه قلت له ولدي واش عارف انا شحال في عمري؟ راني كبر منك ب25 عام. قال لي سكتي ما كيهمنيش العمر، شوفي تبارك الله لحمك باقي مشدود وجسمك بحال شي نواره، شوفي الفورمه ديالك شحال منحوته. قلت له ولدي صلاح بس راك كتخربقني بزاف. هو يشدني واحد الشده من البلاصه اللي كنجلسوا عليها راكم عارفين. قال لي شوفي شحال رطب هادشي ما كاينش عند بنات اللي في عمرهم 18 عام. قلت له صلاح عافاك حشم شويه. قال لي تنتي عارفك بغياني، راني كنشم فيك الريحه وكنحس بيك، عطيني فرصه نرجع فيك الحياه من جديد. قلت له سكت صافي، وانا نطرش واحد الطرشه. هو غير ما زاد شعر عليا وشرني من شعري وداني للفراش وتما دار فيا ما بغى. انا صراحه كنت كنقاوم وكنرفض واخا عجبني من الداخل ديالي، ولكن هو كان مصر وتعدى عليا بكاع القوه اللي عنده اللي كانت بحال ديال شي عود. ما نكذبش عليكم، عاملني بحال شي بنت عندها 18 سنه، كاع داكشي اللي كيدار دارو وكتر. ما عمرني جربت شي حاجه من اللور في حياتي، هو دارو معايا بزز ومن فمي، وخوى الحليب ديالو في كل بلاصه. ما نقولش لكم خلاني كلي مشعككه شي 3 سوايع وهو كيخدم فيا. المهم خرج ليا عقلي وقلبي. في الاخر انا طرخيت ليه وخليته دار اللي بغى. من تما وانا معاه في هادشي، ولا كيجي ليا كل نهار هذيك المده كلها حتى جا ولدي. ما نكذبش عليكم، هادشي غير ما زاد عجبني وخلاني نرجع فرحانه وزيانيت في صحتي وبشرتي نورات. انا عارفه هادشي ما زوينش، ولكن راه هذا هو السر اللي غادي يبقى بيناتنا حتى نموت انا وياه.